ساعات كتير بنشوف مواقف غريبة وغير متوقعة، سواء من الطبيعة أو الناس أو حتى الحيوانات. في الفيديو ده جمعت لك أغرب لقطات سجلتها الكاميرات، اللي بعضها هيخليك تحس بالمتعة وبعضها هيخليك تحس بالرعب. فحضروا المشروب اللذيذ واستعدوا لمجموعة لقطات مش هتشوفوها كل يوم. هاخد من وقتك ثانية واحدة نصلي فيها على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنا حمادة حمدي من قناتي على اليوتيوب. أتمنى دعمك للفيديو بلايك واشتراك في القناة. من كتر ما التمثال ده ممتد في السماء هتحسوا إنه وصل للقمر. البلد دي هتقعد سنين تاكل سمك ببلاش. الطريقة دي في اللحام أول ناس اخترعوها كانوا الإغريق، واسمها اللحام بالبلازما. الأرض عاملة زي ما تكون بتتنفس. مش عارف أحدد دي مهارة ولا مجرد حظ حلو. ده فيديو الحقل ألغام كامل وهو بينفجر، والحقيقة شكله مش بس مرعب، لا ده جامد جدا كمان. اعمل كل يوم مجموعة ضغط هتعيش بصحة جيدة طول حياتك. عشان كده الجنود دول خلوا تمارين الضغط جزء من حياتهم. انا مش عارف الناس دي بتربي الحاجات دي في بيوتها ازاي. انا خايف اجيب قطة عندي في البيت. Is that a bear? من اول الفيديو وانا عامل حسابي اني هتخض لما اشوف الكائن ده، بس طلع اخر حاجة كان ممكن اتخيلها. Oh no! انا لو عندي قطة زي دي مستحيل ازعلها. الطاير ده ضرب صحوبية معاه لدرجة انه طلع له فوق كمان. ده بقى المعنى الحرفي لكلمة مزاج. يا نهار ابيض، الفنان باتمان. وهنا التمساح ما كانش يعرف ان هو الفريسة. الفيديو ده اكبر دليل ان الرجالة بتخلق الفرحة لنفسها. يا خسارة المجهود اللي اتعمل علشان تطلعوا كرة تلج زي دي. يا سلام، قصة حب أحلى من روميو وجولييت. بصراحة دي واحدة من أحلى وأصعب أنواع الفن اللي شفتها في حياتي. القطة دي بالصدفة عملت لقطة مثالية لفيلم رعب. دي أول مرة أشوف واحد عايم في الكابتشينو، وبالمناسبة ده اسمه زبد البحر،
وبلاش حد يعمل كده. لو دخلت السوبر ماركت ده هتحس انك موجود جوه لعبة على كمبيوتر. يا بخت الناس اللي شافوا المنظر ده على الحقيقة، ده انا بتفرج عليه من ورا الشاشة ومبسوط. حد يعرف ايه ده؟ اكيد البلاعة دي هيطلع منها سلاحف النينجا دلوقتي. هو ايه اللي حصل ده؟ حرفيا زاوية التصوير ممكن تغير الحقيقة في ثواني. الفيديو ده متصور لسفينة أول مرة تنزل المية. كده شكلها أحسن. المفروض السواق ده يتعمل له رخصة VIP مخصوص. واضح ان الحي ده هيقعد اسابيع من غير ولا نت ولا كهرباء. كل يوم العمال دول بيقدموا عروض تتحدى عروض ديزني، وعلى قد ما بيلاقوا اعجاب من الناس على قد ما بيلاقوا فلوس منهم برضو. انا لو عندي كلب زي ده في البيت وانا ماشي هدوس عليه من غير ما اخد بالي. انا اللي مضايقني اكتر من انهيار المبنى ان الناس كانت بتصور ومبسوطين على الاخر. جميلة أوي الحركة دي، يا ترى كلفتك كام على كده؟ المشهد ده قلب عليا ذكريات كتير قوي وفكرني بآخر يوم امتحانات واحنا فرحانين وبنرمي كل الورق والكتب اللي معانا. الشقة دي بعد ما اتشطبت اكتشفوا ان الحوض بيكهرب، ده كمان بيطلع منه 230 فولت، وكانوا قادرين يشغلوا اللمبة لما وصلوها بيه. السمكة دي حاجة كده من النوادر، اللي عرف اسمها ايه يقول لنا في الكومنتات. We'll let this one go. Marking. لو انت من عشاق الصحراء هتعرف ان اعصار رملة بسيط زي ده ممكن يدمر الدنيا. الدماغ لما بتشتغل بتخلي كل الحاجات الصعبة أسهل ما يمكن. الناس اللي ساكنين في المنطقة عملوا زينة كريسماس تخليهم ينافسوا ديزني.
واضح ان بابا نويل خلص شغله ومزاجه بقى رايق. طب يا ترى العمق ده كله هيبنوا عليه ايه؟ لو وصلت لحد هنا يبقى الفيديو عجبك، واكيد لو عجبك مش هتبخل عليا بلايك واشتراك في القناة. نتقابل الفيديو الجاي ان شاء الله. رب الخير لا يأتي إلا بالخير. سلام.